اهلا اهلا، السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والامور ديالكم طيبه. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا قناتي، معكم فاطمه الزهراء. ما تنسوش بانكم تفعلوا زر الجرس باش هكا تبقاو توصلوا جديد فيديوهاتي، وكذلك اللايك والبارطاج الا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال. فهنايا غادي نوريكم واحد لاستيس كنديرها وعجباتني بزاف، قلت والله حتى نشاركها مع الاخوات باش يديروا هكا في المنزل ديالهم. فعندي هذا درتو على شكل دي فيزور. عندي هنايا هذاك عود الند او عود القماري ديال البخاره اللي عنده الريحه ديالو بحال العود. درتو هنايا، عرفتو طلق لي الريحه واعره في الدار، في البيت عفوا، لحقاش انا في الدار دايره بشحال هذه، ولكن في البيت ما كنتش دايره. وقلت والله حتى نديرو معاه. كانت عندي واحد القابسه شيطه ودرتها هنايا، عرفتو طلقت لي الريحه خطيره بزاف اللي كتعجبها الريحه ديال العود. بغيت نشارك معكم هذا الفيتامين او، عرفتو زوين بزاف للبشره، وراه باقي لي عرفتو فيه غير شويه، كملته كامل. سيرتو في هذا رمضان هذا البشره ديالي كتنشف بزاف، وليت كنستعملو بزاف. عرفتو خطير بالنسبه للناس اللي مهتمين يديروا له السكرين ويديوه، عرفتو راه زوين بزاف. وغادي نشارك معكم حتى واحد لون تيسير اللي عجبني بزاف وحيد لي دوك الزرقيه اللي كتكون تحت العين. راكم عارفين مع السهر والخدمه بزاف في البيسي، فبحال كتنوض ديك الهالات السوداء، فكتعطي واحد المنظر ماشي زوين بزاف للوجه ديالنا. وهذا عرفتو خطير بزاف، الا لقيتوها البنات غير ديوه. عرفتو انا هذا راه قرب يكمل لي، فخصني عاد نديه ونعاود نستعملو. فكيعجبوني بزاف هاد المنتوجات هذو ديال العنايه بالبشره، فزوينين بزاف، كيساعدوا لك على البشره ديالك. وكذلك غادي نشارك معكم هاد ديودورون هذه اللي ما نقدرش نستغنى عليها، وطحت فيها. الثمن ديالها 35 درهم. زوينه بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الريحه ديال النظافه والريحه ديال النقي. يعني حتى واحد ما غادي يفرز واش دايره بارفان ولا دايره ديودورون، كتبقى الريحه بحال الريحه ديالك نتيا. عرفتي الريحه اللي هي زوينه وجميله بزاف. هاي يديروا لها السكرين، ديتها غير على مول المكياج. عجباتني وقلت غادي نشاركها معكم حتى هي. بالنسبه للناس اللي مهتمين هكا، اللي كتعجبهم ريحه زوينه، فانا البنات كنحماق على شي حاجه اللي سميتها ريحه النقاء وريحه النظافه، وريحه زوينه هكا تكون فيك، وريحه ديالها راها مجهده وكتبقى لاصقه في الكسوه. صافي انا جيت غادي نضرب غير واحد الجمعه خفيفه هكا ظريفه للبيت، لحقاش ما كانش عندي مرون. واخيرا تهنينا من الكواش، عرفتو مابقيناش كنتغطاو بهم. كانوا كيرونوا لي البيت وخصني نجمعهم ونضهم للبلاكار. فحاليا ولينا كنتغطاو بواحد الكويشه اللي هي خفيفه، والله العظيم كيعجبني الحال. سيرتو في الصيف هكا ملي كتغطي غير بليزار فما كيبقاش البيت مرون. صافي هنايا غادي نرد له غير دوك الوسايد اللي موالفه كنديروا له، وغادي نرد له هكا هاد اللعيبه هذه اللي كنديرها. فكل مره كنغير لها لا ديكوراسيون ديالها، فكل مره زعما كيفاش كيعجبني نشوفها هنايا فوق الناموسيه. فهنايا البنات غادي نشارك معكم لي كيش اللي كيجيو ساهلين واقتصاديين في الحشوه ديالهم. انا بالنسبه لاباط ديت لاباط جاهزه، انا راكم عارفين كتعجبني غير الحاجه السهله، وتبارك الله كيديروها زوينه. بالنسبه للحشوه غادي نشاركها معكم هنايا اللي اقتصاديه وزوينه، واكيد غيتنا الاعجاب ديالكم. فعندي هنايا واحد الكميه ديال الكفته، نتوما تقدروا تعوضوها هكا بلا داند او صدر ديال الدجاج. عندي واحد الفلفله مقطعه، عندي بورو حتى هو وحده تقريبا، عندي قزبر ومعدنوس. بالنسبه للعطريه كنحتاج قزبر يابس، كنحتاج سكنجبير، كنحتاج الملحه والخرقوم وشويه ديال البزار. فهنايا عندي في واحد المقله كندير الكفته، فلفله، بصيله، قزبر ومعدنوس. كندير غير واحد الكميه كندسها هكا باش كندير بها لاباراي. غادي ندير واحد الكونتيتي قليله ديال الهريسه الا كان زعما الا كان كيعجبكم الذوق ديال الحار، وغادي ندير دوك التوابل او دوك البهارات اللي ذكرتها معكم. فهنايا درتهم فوق واحد المقله. غادي نجيب واحد جوج ضريسات ديال الثومه، هذه كيبقى اختياري بالنسبه لكم. تقدروا ديروا هكذا البودر ديال الثومه الا كانت متوفره عندكم. انا كانت باقا عندي غير هاد الثومه هذه هي اللي درتها، وكنديرها فوق العافيه. صافي بالنسبه لاباري كنجيب لوبول ديالي، كنحتاج جوج ديال البيضات، تقدروا ديروا 3 الا كانوا عندكم الحبات ديال البيض صغير. انا عندي البيض كبير، راه تقريبا بيضه وحده كيكونوا فيها جوج ديال المحاح. فدرت جوج ديال البيضات، درت كاس ديال الحليب، تقدروا تعوضوه بياغور طبيعي، شويه ديال الملحه، وكندير جوج ديال الفرماجات. تقدروا ديروا الفرماج محكوك. غادي ندير داك الربيع اللي كنت شيدته من الاول من الحشوه. غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، كنضيف المايزينا تقريبا جوج ديال الملاعق بهذا الحجم هذا، وكنحرك كل المكونات مع بعضياتها مزيان حتى كينسجموا لي، وداك الفرماج كله كيذوب، ما كيبقى ليش هكذا حبيبات ديالو. وكنجيب ديك الحشوه من بعد ما بردات
اللي طيبتها في الاول كنضيفها على هذا الخليط السائل. كنضيفها وكنحرك وكنجيب واحد البيكينغ باودر وكنديرها كامله، وكنجيب الفرماج محكوك. انا عندي تقريبا 4 ديال الانواع ديال الفرماج مخلط، وهي دي عندي واجده. فكنعمر بها لي كيش مباشره. تقدروا ديروا الحشوه بوحدها، ديروها هي كطبقه اولى، عادو كتجيبوا ديك لاباري وكديروها من الفوق. كيف يمكن لكم تخلطوها بهذا الشكل هذا كيف ما دايره انا، وكيجي الشكل ديالها وكذلك المنظر ديالها زوين بزاف وكتجي لذيذه وبنينه. فضروري البنات خصكم تجربوها، والله العظيم غير صدقوني كتجي رائعه وزوينه بزاف واقتصاديه في نفس الوقت. فهنايا من بعد ما ساليت لي كيش ديالي، انا نسيت هنايا ما درتش معكم الفرماج، ولكن درته في الاخير. كديري عليها هكا الفرماج من الفوق وكتدخليها طيب في الفران وتاكليها بالصحه والراحه. هنايا جبت البسطيله اللي كانت عندي في الثلاجه اللي شاركتها معكم في تحضيرات رمضان، ففقط كندير هكا غير الفرماج من الفوق وكندخلها عندي الفران. فكطيب كتجي مقرمله وكتجي زوينه، وداك الفرماج كله كيذوب عليها فكتجي لذيذه بزاف. انا عندي هنا البسطيله ديال الحوت. انا غادي نشارك معكم العصير ديال الفريز اللي حتى هو اقتصادي وزوين وتبارك الله. شوفوا على خيرات بلادنا، كل الفريزات تبارك الله قداش وزوين وحلو ماشي حامض. فهنايا كنجيب ديك الكميه اللي عندي ديال الفريز، فغادي نوريكم الطريقه كيفاش كنديرو باش كيجيني بحال رايبي، كيجي زوين او بحال داك داناب ولا عصيري بحال هكا. كنجيب اللبن فكنديرو انا كنخلطو مع الحليب. نتوما بغيتو ديروا غير اللبن بوحدو فكيجي زوين بزاف في المذاق ديالو. كتزيدوا عليها واحد المعلقه ديال السكر سنيده. فانا كنخلط المزيج ما بين اللبن وما بين الحليب، فهذا كيبقى اختياري بالنسبه لكم. وكنضيف واحد الملعقه ديال السكر سنيده لحقاش عندي الفريز حلو، وكنحركو مزيان. كيجي عصير خاطر وزوين ومشبع واقتصادي في نفس الوقت، وكيعطيك واحد الكميه واحد الكونتيتي اللي هي لا باس بها. فهنايا اخواتي من بعد ما خرجت هكا لي كيش من الفران فكيجي دا هو الشكل ديالهم. عرفتوا المذاق خطير بزاف والله العظيم. عرفتوا ديك الحشوه وديك لاباري لذيذه. راكم عارفين انا كندخل الكوزينه مره واحده صافي، ما كنبغيش ندخل هكا مور الفطور. فغادي نشارك معكم باستيشيو اللي درتو هكا للسحور او العشاء. هنايا قطعت طريفات ديال الدجاج اللي درتهم هنايا، شحرتهم مع البصله. فكما قلت لكم في الاول انا كيعجبني ندخل الكوزينه ضربه واحده، ما كيعجبنيش ندخل هكا مور الفطور غير بغيت نغسل الماعن صافي. اما باش نطيب لا صافي. قطعت الصدر ديال الدجاج درتو مع البصيله. هنايا كنوجد هكا الفريت. غادي ندير باستيشيو ديال الدجاج وديال الفريت. فواحد النهار غادي نشارك معكم ان شاء الله باستيشيو ديال لي بات. عندي هنايا الحليب غادي نصايب بها صلصه البيشاميل. عندي الحليب تقريبا نص لتر ديال الحليب مع واحد شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملحه، وكندير المايزينا او الطحين. عندي هنايا جوج ديال الفرماج، تقدروا ديروا 4 ديال الفرماج لحقاش انا عندي هذا الفرماج هذا الحجم ديالو كبير. وغادي ندير واحد الملعقه ديال الزبده وغادي نحرك مزيان فوق النار اللي هي مهيله حتى كنحصل واحد الصلصه ديال البيشاميل اللي كتجي لذيذه وزوينه وبنينه بزاف. تقدروا ديروا حتى الفرماج محكوك. فهنايا جبت الطويجنات ديالي كندير هكذا في القاع ديالها واحد الكميه ديال صلصه البيشاميل. تقدروا تشريوها واجده، فانا هذه صايبتها غير في الدار. غادي ندير الفريت كطبقه ثانيه، وكنجيب داك الدجاج اللي طيبته مع البصله. تقدروا ديروا لادان، تقدروا ديروا الكفته، المهم اللي كمتوفر عندكم فما كيهمش. فانا درت هنايا الدجاج مع العطريه والبصله ودرتو فوق الفريت، وكنجيب ديك الصلصه اللي شاتلي وكنديرها كطبقه اخيره فوق الدجاج ديالي. فمن بعد ما كنديرها كامله فالعنصر الاخير هو الفرماج. فضروري البنات ما تكثروها الفرماج باش كتعطيكم ديك التعليكه وديك التجبيده هكا ملي كتجبدوها بالفرشيط، فكيجي المنظر ديالها والمذاق ديالها كيجي جميل وزوين بزاف. فانا هنايا وجدته حتى غادي نبغيو نتسحروا ان شاء الله عاد غادي ندخلوا الفران لحقاش راكم عارفين عندي كلشي موجود وكلشي طايب. فبالنسبه للكيش جا هو الشكل ديالهم جاو زوينين بزاف. بالنسبه للبسطيله من بعد ما خرجتها من الفران درت فوقها هكذا الكروفيت غير بالنسبه للتزيين وصافي. فكانت هي الطبيله ديال هذا النهار هذا. تمنيت ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكان هما الوصفات اللي درت، يعني وصفات اللي هي سهله وبسيطه في متناول الجميع، وكل نهار رزقكم كما كنقولوا نتوما مالي الخير والخير في ديوركم.
فبالنسبه لهنايا كنا قرب نتعشاو او قرب نتسحروا، صافي دخلت هكذا الطاجين ديالي دخلته للفران، فشلت ليه غير من الفوق. راكم عارفين غير الفرماج اللي خصو يذوب، فعندي كلشي كيكون طايب، كلشي كيكون هو هذاك. صافي غادي نسد عليه الفران، تقريبا ما كيديش معكم حتى 5 ديال الدقائق، ها هو عندكم باستيشيو ديالكم طايب ناضي كيف ما كنقولوا. فهذا هو الشكل النهائي ديالو. عرفتوا كيجي ساهل واقتصادي، والله العظيم حسنا البنات من دوك اللي كناكلهم في الريستورات. عرفتوا الثمن ديالو 25 درهم ولا ما داق لا حتى شي حاجه. عرفتوا ما تقدريش تكملي البلا ديالك، والله العظيم كتضربي في الشيطه الاولى صافي كتحطي كيعيف بهذا المعنى هذا وبهذا المفهوم. فعلاش لا اختي ما نديروش في الدار وعارفه شنو كاين فيه وعارفه واش كاين فيه، وتعطي لوليداتك وتاكلي انت واحد الحاجه اللي هي عارفه واش كاين فيها. فبنات انا الماكله ديال الزنقه ما عنديش معاها بتاتا، فاي حاجه كيعجبني نجربها في المنزل ديالي وكنوكلها لوليداتي عارفه زعما شنو كيكون فيها. فجا هذا هو الباستيشيو كيجي زوين. عرفتوا التعليكه ديال الفرماج لذيذه وما نقول لكمش البنات، ضروري ما خصكم تجربوه في المنازل ديالكم. فحبيباتي الغاليات كان هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار هذا. حبيت ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما العاده عجبكم فيديوهات اختكم فاتي خليو لها اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم والبارطاج من طبيعه الحال عجبكم الفيديو. بوسه كبيره لكم وتهلاو في راسكم.